بقالي كده كام يوم كل ما اصور فيديو انسى ان انا اخد لكم اللقطه الاخيره، اللي هي بتاعت بقى والاكل محطوط والحبشتكنات دي. ده فيديو منهم. اول حاجه كده عملتها ان انا حطيت سمنه على النار علشان اشوح فيها اللحمه اللي هتتسلق. حلو قوي انك تعملي في اللحمه كده قبل ما تسلقيها، بيبقى طعمها حلو والشوربه بتاعتها بتبقى حلوه. هنا كنت بصوا اللي هو بقدم رجلي واخر رجلي في السمنه علشان ما كنتش لسه اشتريت سمنه. طبعا انا وريتها لكم في فيديو فات ان انا جبت سمنه اميره، وكمان جبنا سمنه فلاحي. هنا بقى كنت مستنيه السمنه تحدق كده او مش عارفه اسمها ايه، تقدح في نفسها، علشان لما احط اللحمه تاخد كده صدمه كده وتتقفل وتبقى تمام يعني. فضلت كده ان انا اقلب كده السمنه علشان تبقى في كل القاع بتاع الحله. وحطيت اللحمه كده وسبتها، طبعا هي ما بترضاش تتقلب اول لما بتتحط. حضرت كمان توم وبصلايه صغيره. لازم التوم ده، لازم تحطي التوم وانتي بتشوحيها، بينقلها في حته تانية خالص. فضلت بقى اقلب كنت فرحانه قوي بالتقليب، عكس فيديو الكنافه. كان مستفز قوي تقليب الكنافه كده وهي على النار بصراحه. فضلت كده بقى ان انا اقلب كده علشان اي احمرار يروح وياخد كمان تاخد كده لون. فضلت برضو اقلب في الاخر بقى رحت حطيت التوم مع البصل. فضلت برضو اقلب برضو شويه حلوين، كل ما تشوحيها كل ما تاخدي منها طعم حلو وشوربه حلو. ايا كان بقى ايه نوع اللحمه اللي انت عاملاها، يعني سواء مجمده او بلدي، هتعمليها في الحالتين دي هتاخدي شوربه حلوه. ممكن كمان في ناس كمان بتعمل الفراخ برضو الحركه دي فيها. فانا مجربتش، في ناس بتعمل كده، اختي اوقات بتعملها. انا بكسل بصراحه في الفراخ، فاللحمه بالنسبه لي اسهل. حطيت كمان ورقتين من الغار، علشان انا مش عارفه انا حطيته، مش علشان حاجه انا حطيته، اللي هو اكيد يعني هيدوا نكهه، اكيد هيعملوا حاجه. الورق كده دبل. عاوزه اقول لكم ان الورق اللورا بتاع بيت الجمله اللي في البشاير اقسم بالله رهيب. بصوا زي ما انتم شايفين، اخضر كده وورور كده في نفسه، تحفه بصراحه. خلاص بقى كفايه بقى تقليب. طبعا كنت حاطه ميه سخنه على النار، يعني حطيت ميه ساقعه علشان تسخن، علشان لما اجي احطها على اللحمه تبدا بقى ان هي تغلي بقى على طول واللحمه تدخل في سوا. بدل طبعا ما تزودي ميه ساقعه، اللحمه هتشد وهتاخد وقت كبير جدا في السوا. هنا ما كنتش عارفه امسك الميه، فهبدا كده ان انا احط شويه بشويه بالمغرفه اهو. وبعد كده لما تقل شويه اقوم بقى حطاها كلها واحسبها تتسلق. انا بقى كده هنا كنت رجعتها ورا وسبتها تتسلق. هنا بقى في نفس الحله اللي انا كنت بغلي فيها ميه، قلت بقى هعمل ايه؟ هعمل ال البسله. اول حاجه كده عملتها حطيت حته سمنه واستنيتها كده علشان تسيح. هنا كمان خدت برضو منها قطعه، مش عارفه كان مالي انا اليوم ده في السمنه. اللي هو لا يا بت وفري كده شويه لحد لما تجيبي سمنه، لان انا كنت اليوم ده كنت مكسله ان انا انزل اجيب الحاجه بتاعه اللي انا محتاجاها يعني. انا نسيت اوريها لكم بس أنا مش مهم. طبعا قطعت بصله صغيره كده وحلوه حطيتها. اهم حاجه وانتي بتعملي البسله تشوحي كده البصله وتاخد لون حلو، يعني تاخد لون يعني متكرمل كده شويه كده، بيدي طعم حلو قوي. والصلصه بتاعتها بتبقى آه، آم، متسبكه كده وحلوه ولونها غامق، شكلها بصراحه بيبقى جميل. هنا بقى كانت خلاص الصلصه اخدت البصله قصدي اتشوحت تشويحه حلوه. حطيت بقى الجزر مع البسله، وكمان حطيت مرقه ماجي. فضلت كده بقى ان انا اقلب. لازم طبعا البسله بصوا توصل للون ده، اللي هو بقى تدبل كده واللي هو تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تبقى عامله شبه السوتيه كده شويه. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، وحطيت الطماطم. ما كتريش طماطم يعني، قلليها.
هنا طبعا عملت البتنجان المخلل الرهيب التحفه جامد. وهنا كنت حطيت الميه للرز، وهنا كانت البسله استوت، وهنا بصوا الشوربه منظرها تحفه ازاي، اخدت منها طبعا. وهنا بقى كنت غسلت ان خلاص بقى، بدأت كده ان انا احطه على النار. بس كده. عاوزه اقول لكم ده تاني يوم، وقلت ان انا ايه، خلاص انا هضم ده بده، وهاخد لهم شوت كده جديد، ان انا بقى ايه، بدأت ان انا اشوح اللحمه وبتاع. وبرده نسيت اخد لكم اخر